ركزوا معايا في المصيبة السوداء اللي اتحدفت علينا دي. القضية دي قضية دولية مهتم بها كل المنظمات العالمية المعنية بالحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض، زي اليونيسيف، اليونسكو، منظمة التراوس لحقوق الضفدع الأزرق، منظمة إلينا تحت شعار انقذوا الجربوع. هم ليه أصلا ينقذوا الجربوع ده؟ عشان أمثالك يبقوا موجودين في حياتنا. كمل يا دكتور. وآخرهم الجمعية الفرنسية لحقوق الكلب البلدي. حقوق الكلب البلدي؟ لا أيوة. دول ما ينزلوش الشارع عندنا بقى عشان دول هيتجلطوا. من يومين تم التقاط فيديو في الغردقة للقرش الأكثر ندرة في العالم. حلو، شكله حلو قوي. حضرتك عايز مننا احنا حاجة في الموضوع ده ولا بتحكي لنا يعني بشكل عام؟ أكيد عايز يقول لنا إن إحنا ما نصيفش في الغردقة عشان خطر، أكيد يعني. صح؟ ممكن تخرس خالص يا عربي. امال ايه يا دكتور، ماله القرش يعني؟ هنتعاون مع هيئة الأحياء المائية، هم يصطادوا القرش واحنا نشتغل عليه. هنحلق الأجزاء منه زي الأمعاء والجلد وخلافه لنتأكد إن هو ده القرش المقصود. شو وبعد كده هيحصل ايه؟ لو نجحنا هيتم عرض هذا القرش في حوض زجاجي كبير في قاعة المؤتمرات في حضور كل رؤساء المنظمات السابقة، زي بتاعة الجربوع والضفادع وحقوق أبو قردان وخلافه. دكتور هو احنا ملاحقين على القضايا اللي في البر عشان تجيب لنا قضية في البحر؟ وبعدين احنا نعرف ايه عن الأحياء المائية؟ ما ليها ناسها. ممكن حضرتك تبعت دكتورة شيرين، هتبقى أكفأ مننا. دكتورة شيرين في اجازه وضع، دكتور احمد في سيوه، دكتور خالد دياب بيخلص قضيه مع الانتربول في تونس. اعمل ايه؟ طب والنبي بعت لدكتور أحمد يجيب لنا بلح من سيوة، هناك مش عادي، كل الناس بتتكلم عليه. سكتوا يا حمدي، انا هتشل. طب يا دكتور احنا ما نعرفش حاجة في البحر والكلام ده، هنبتدي منين وهنكلم مين؟ هتشتغلوا مع دكتور محمد عبد المنعم من الاحياء المائيه وانا هوصلكوا بيه. ماشي، وهيحصل ايه بعد كده؟ لو نجحنا هنترقى احنا الثلاثه، ولو فشلنا هنترفد احنا التلاتة. لا، انتوا الاثنين.